مرحبا معكم فاتنة. اليوم حليكم كيف تعملوا أطيب طريقة لرز الكبسة بطريقة جدا سهلة وزاكية ما تاخد منكم أي وقت، والطعم رح يطلع خيال. أول إشي رح نجيب في طنجرة نضيف عليها ربع إصبع من الزبدة، ورح نضيف عليها زيت نباتي. أنا استخدمت زيت الكانولا. هلا بتستخدموا أي نوع بدكم إياه. رح نضيف 3 حبات من البصل مقطع شرايح، سنين من الثوم المقطعين صغار، وكم قطعة من الزنجبيل قطعت 4 قطع. بعد هيك بنقلبهم مع بعض حتى يدبلوا. رح نضيف البهارات الحب، رح نضيف عنا كمون حب وكزبرة حب. رح نضيف كمان فلفل الحب، ورح نضيف شوي من القرنفل وورق الغار وعود من القرفة. بنقلبهم مع بعض حتى ياخد النكهة وتطلع الريحة. بنضيف بعدين عليهم الكاري، بنضيف بهارات السبعة وبودرة الثوم، ورح نضيف كمان عليها فلفل الأسود أو حبتين من الماجي. طبعا بنقلبهم مع بعض كتير منيح. بعد هيك رح نخلي الكبسة حارة شوي، بنضيف عنا فلفل أخضر طبعا حسب الرغبة، إذا مو حابينها حارة لا تضيفوا. بعد هيك رح نضيف 3 حبات من البندورة المقشرة ومقطعة صغير، وبنقلبهم مع بعض كتير منيح حتى يدبلوا شوي. وبعد هيك رح نضيف عليها معجون الطماطم، رح نضيف تقريبا 3 معالق من معجون الطماطم. بنقلبهم مع بعض شوي ونتركها 5 دقايق حتى يتسبك الخليط تماما وتدوب عنا البندورة تماما. بعد هيك رح نضيف عليها الملح، طبعا الملح حسب الرغبة، قديش كمية الملح اللي انتو حابينها بالرز. وبعد هيك صار عنا الصوص جاهز تماما. هلا انا نقعت رز بسمتي تقريبا تلت ساعة كاملة، وبعد ما غسلته كتير منيح بنضيفه على الخليط، وبعد هيك بنقلبهم شوي حتى الرز ياخد النكهة وياخد اللون بتاع الكبسة. بنقلبهم مع بعض، وبعد هيك رح نضيف عنا كمية المي الكافية حتى يستوي عنا الرز تماما. ضفت مي فوق الرز تقريبا بعقدة أصبع، وبعد هيك خليتها تغلي، وبعدين سكرتها على نار هادية وغطيتها تماما. هلا بالنسبة للدجاج أنا حبيت أجيب دجاج تتبيلة جاهزة عشان أجربها. بإمكانكم أنتو تعملوا أي تتبيلة دجاج موجودة عندي على الإنستغرام بوصفات قبل. بعد هيك مرق عنا على الرز تقريبا تلت ساعة ل25 دقيقة. استوى عندي الرز تماما زي ما انتو شايفين، نشفت المي تماما، وعندي الدجاج كمان استوى. وهلأ صار عنا نجهز المكسرات. أنا حبيت أحط كاشو وحطيته قليته كتير منيح، وبعد هيك ضفته على الرز. طبعا الكبسة عندي صارت هيك جاهزة. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. ما تنسوا تعملوا شير للفيديو ولايك لفاتنا's كيتشن، وتتابعوا قناتي على اليوتيوب فاتنا's كيتشن نيو.